من دلوعة السينما للعنة الموت الأسود. هربت من عبد الناصر وكانت دجالة السبب في موتها. السياسة دمرتها وأنقذتها أم كلثوم. صاحبة أغنية ما تزوقيني يا ماما صدفتين غيروا حياتها وارتبط اسمها بالزئبق الأحمر والأعشاب السحرية. من عناصية لأبواب الشهرة والسياسة. بالحلال يا سي علي جملة غيرت حياة مها للأبد. وإزاي مها صبري وقعت فريسة للدجالين والمشعوذين، وإيه سر الغيبوبة اللي فضلت 3 أيام. مش بس كده، حلم بنور فوق الكعبة. النهاردة أسرار أول مرة هتعرفها عن حياة الدلوعة مها صبري. في الوقت اللي المشير عامر كان عايش قصة حب مولعة مع برلانتي عبد الحميد، كان مدير مكتبه علي شفيق هو كمان عايش قصة حب مولعة بس مع مها صبري الدلوعة اللي جمالها خليط من شادية وصباح، وصوتها ناعم زي النسمة، وشخصيتها جذابة وكلها أنوثة. مها صبري كانت مثال لزواج الفن بالسلطة والنفوذ، لدرجة إن لو في فنان نفسه يسافر يعمل حفلة أو يشارك في مهرجان برا مصر كان لازم الأول يعدي على مها صبري عشان ياخد موافقتها. لكن يجي السؤال الأهم، هي مين مها صبري أصلا؟ اسمها الحقيقي زكية فوزي محمود. اتولدت في باب الشعرية يوم 22 مايو سنة 23. حياتها كانت بسيطة جدا وظروفهم على قدها، لكن جمالها ورقتها كانوا ملفتين من وهي طفلة. كانت مختلفة، البنات يقلدوها والستات يغيروا منها، أما الرجالة فيقعوا في غرامها. عشان كده اتجوزت بدري من راجل كبير في السن وخلفت ولد، لكن الراجل ده اتوفى. بعدها اتجوزت تاجر بسيط عاشت معاه في شقة صغيرة على قد الحال، وخلفت منه بنتين هما نجوى وفاتن، لكن اتطلقوا واتجوزت للمرة التالتة. الراجل ده كان اسمه مصطفى العريف، بس زي كل مرة طموحها الفني كان أقوى من أي حاجة. كانت شايفة إن الفن هو حياتها ومش مستعدة إنها ترتبط أي ارتباط يعطلها أو يوقفها، فقررت تنهي الجوازة دي. وبقى الطلاق التالت في حياتها لحد ما حصلت الصدفة اللي غيرت مصيرها كله. مها صبري وهي بتحكي عن بدايتها قالت إن حلم عمرها من وهي صغيرة ما كانش الغنى أصلا، وإنها كان نفسها تبقى رقاصة مشهورة، وإنها من وهي صغيرة كانت شايفة نفسها حلوة وصوتها حلو، وكانت دايما متصدرة في المدرسة سواء في التمثيل أو الغنى في الحفلات. كانت البريمو، الكل كان بيبصلها ويستغرب من موهبتها دي، وإن قلبها كان دايما مع الرقص. لكن الدنيا كان ليها رأي تاني خالص. في مرة وهي ماشية وسط البلد قابلت المذيعة الكبيرة أمال فهمي ببرنامجها المشهور عن ناصية وقتها، وده برنامج كان بيتعمل في الشارع وظهر في مشهد في مرة في فيلم لعبد الحليم حافظ وعبد السلام النابلسي، أظن كده كان فيلم حكاية حب. المهم المذيعة أمال سألتها كده بلطف وقالت لها طب يا بنتي لو بتعرفي تغني صحيح ما تسمعينا حاجة لأم كلثوم. مها غنت وقتها بس مش أي غنى، غنت من قلبها وبرعت وصوتها خطف كل اللي كانوا واقفين. وقتها كان في منتجة كبيرة في الإذاعة اسمها ماري كوين، وأول ما سمعت صوت مها اتحمست جدا وقررت إنها تضمها لفيلمها أحلام البنات، واللي كان سنة 59 كمطربة في الفيلم قدام رشدي أباظة وعبد السلام النابلسي، وهناك كانت بداية نجومية مها. مها عجبت كل الموجودين والكل كان مبهور بجمالها في الاستوديو، حتى المنتج والمخرج والممثلين. لكن أبو دم خفيف عبد السلام النابلسي لاحظ إن اسمها الحقيقي زكية، واللي ما كانش لايق خالص على نجمة في الوسط الفني ولا على اسمه هو شخصيا في التترات، وقال لها بمنتهى الصراحة الاسم ده بلدي قوي يا زكية ومش ماشي مع اسمي الأرستقراطي. واقترح عليها اسم مها صبري، والاسم ده علق وبقى علامة وابتدت بيه شهرتها، لحد ما الملحن والمطرب العبقري محمد فوزي أخد باله إن صوتها حلو قوي وكله حنية، واقترح إنها تغني في الفيلم. غنت أغنية اسمها قد إيه حبيتك أنت، والأغنية دي قلبت الدنيا وبقت ترند وقتها. بعدها محمد فوزي ساعدها تدخل الإذاعة وتغني أغاني لحد النهاردة عايشة. شهرت معها بالأغاني الخفيفة زي امسكوا الخشب يا حبايب، ودي كانت من أوائل ألحان عمار الشريعي، وأغنية ما تزوقيني يا ماما أوام يا ماما اللي مفيش فرح ولا خطوبة إلا وبنسمعها فيه، وتعتبر ماركة مسجلة في الأفراح. وكمان أغنية الكرة فيها جون وغلاب الهوى.
راحت مها كمان إن بعد النجاح الكبير اللي حققته في الأفلام بعدت عن السينما شوية، مش عشان موهبتها قلت لأ، لكن بسبب إنها ما كانتش ملتزمة. صرحت مها كمان إن بعد النجاح الكبير اللي حققته في الأفلام بعدت عن السينما شوية، وده مش علشان موهبتها قلت لأ، لكن بسبب إنها ما كانتش ملتزمة بمواعيد التصوير. كمان ما كانتش بتحب تحط مكياج كل يوم على وشها، ده غير زواجها الأول وهي صغيرة قوي، واللي كان عائق كبير جدا قدامها وندمت بعد كده عليه. شهرتها بدأت تكبر ومثلت مع نجوم كبار زي رشدي أباظة وشكري سرحان، ودخلت فيلم ورا فيلم ورا فيلم، واللي من أشهرهم كان إسماعيل ياسين في السجن، وأنا العدالة، حب وعذاب، وبين القصرين، واللي كسرت فيه الدنيا وكان من أهم وأشهر أدوارها، ووصل عدد أفلامها ل25 فيلم. أما على خشبة المسرح فقدمت أوبريت حمدان وبهانة ووداد الغزية، وكمان مسلسل نعسة في التلفزيون، لحد ما جت حفلة عيد النصر في بورسعيد. مها كانت واحدة من الفنانين اللي تمت دعوتهم عشان يحيوا الحفلة دي قدام كبار الدولة. خلصت فقرتها ونزلت تسلم على الصفوف الأولى من كبار المسؤولين اللي كانوا موجودين، وهناك شافها اللواء علي شفيق لأول مرة. أعجب بيها جدا بصراحة، سحرته من أول نظرة، ودي كانت تاني صدفة تغير حياة مها صبري تماما، وفتحت لها باب مش بس للحب لكن للسلطة والنفوذ. العلاقة بدأت لما طلبت منه يساعد قريب ليها في التجنيد، وهو اداها رقم تليفونه وقال لها اتصلي بيا لما ترجعي القاهرة. مها عملت كده وبدأ الاتصال بينهم، واللقاءات اتكررت وبدأت قصة حب كبيرة قوي، لحد ما شفيق أدرك إنه وقع في حبها وما عادش قادر يستغني عنها. طلب منها الجواز لكن مها رفضت لأنها ما كانتش عايزة تتجوز عرفي زي برلانتي عبد الحميد، وأصرت إن الجواز يكون رسمي، وكانت دايما تقوله بالحلال يا سي علي. ووافق شفيق، وكان وقتها متجوز الرقاصة نجوى فؤاد، واتجوز مها صبري بشرطين: الأول إن يكون الجواز سري ومها تعتزل الفن وما تظهرش في الأماكن العامة، والتاني إنه يطلق نجوى فؤاد ومراته الأولى سوزي وهي بنت الفنان حسين صدقي، ووافق وهي كمان وافقت على شروطه باعتزال الفن. اتجوزوا وحياتها اتقلبت، سابت بيتها في باب الشعرية وركبت عربية فخمة، وبقت تعمل حفلات لكبار رجال الدولة، وبقى عندها سلطة ونفوذ غير عادي. ما هي متجوزة الراجل التاني في مصر بقى بعد المشير على طول. السفير مراد غالب بنفسه قال ما كانش فيه فنانة تقدر تسافر برا مصر غير لما تكون مها صبري عارفة وموافقة. الدنيا ما بتدومش لحد. بعد نكسة 67 وموت المشير عبد الحكيم عامر، سواء انتحار بقى أو قتل، اتقلبت الموازين. اتفرضت الإقامة الجبرية على علي شفيق، واتمنعت مها تماما من الغنى والتمثيل، واختفى اسمها من الوسط الفني كله. ساعتها ما كانش ليها غير الست أم كلثوم اللي جريت عليها تطلب منها انها تساعدها وتقف جنبها، وفعلا الست كانت كلمتها مسموعة وساعدتها ترجع تغني تاني، لكن بشروط: لا صور ولا أخبار ولا حفلات عامة، يعني موجودة ومش موجودة. بعدها دخلنا في مرحلة من حياة مها كلها غموض. أولها كان موت زوجها سنة 77 في لندن بطريقة مرعبة جدا. الجيران شموا ريحة وحشة جدا طالعة من شقة في لندن. أول مشهد شافته الشرطة البريطانية أول ما كسرت باب الشقة كان راجل لابس بدلة كاملة نايم على الأرض، جسمه متيبس وراسه متهشمة وجنبه شنطة سودا مقفولة. فتحوا الشنطة اتصدموا. 1,000,000 جنيه استرليني كاش، مبلغ يخض ساعتها طبعا، أنا بقولك سنة 77، خصوصا إن جنب جثة قتيل وفي شقة فخمة، وصاحبها مش شخص عادي، ده طلع العقيد علي شفيق، مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر في مصر، واحد من أخطر الشخصيات العسكرية اللي عرفتهم مصر كلها. التحقيقات اللي اتعملت كشفت تفاصيل غريبة قوي. القتلة كانوا ناويين يرموا الجثة من الشباك، لكن المهمة فشلت. الراجل كان ضخم جدا وتقيل وما قدروش يحركوه، فقرروا يخلصوا بشكل أسرع وأبشع. جابوا أداة حادة ومن غير أي رحمة ضربوه على راسه ضربة واحدة كسرت جمجمته. مش بس كده، دي قطعت شرايين مخه كلها ومات في لحظة. وبعد ما خلصوا سابوه على الأرض وخرجوا كأنهم ما عملوش أي حاجة. الجثة فضلت مكانها 10 أيام كاملين، محدش حس ولا سأل ولا حتى خبط على الباب، لحد ما سكان العمارة بدأوا يشموا ريحة غريبة، ريحة جثة باين إنها بقالها فترة، وبلغوا الشرطة، وهناك اتكشفت الجريمة.
الغريب بقى إن الجريمة كلها حصلت في وقت كان فيه حفلات وموسيقى عالية جدا في العمارة، وده خلى صوت أي مقاومة أو خناقة أو حتى صرخة يضيع وسط الدوشة، وكأن كل حاجة كانت مترتبة ومظبوطة. نيجي بقى للفلوس اللي كانت موجودة جوه الشنطة، المليون الاسترليني. وجود المبلغ ده في مسرح جريمة قتل ما كانش صدفة ولا سرقة ولا حتى نصبايا، لا، دي كانت رسالة واضحة جدا. اللي حصل مش جريمة فردية، ده كان تصفية حسابات تقيلة جوه شبكة تجارة سلاح دولية. وكان الكلام وقتها إن علي شفيق دخل صفقة سرية وباع سلاح لفصيل لبناني من ورا ظهر الشبكة نفسها، وهنا صدر الحكم، تصفية فورية. والأصعب إن التنفيذ كان على إيد 2 من أقرب الناس ليه، دخلوا بيته وشربوا معاه كاس وبعدها نفذوا الحكم في سكوت وهدوء. رغم إن الجريمة وقعت في لندن وعلى أرض بريطانية، إلا إن الشرطة بشكل مفاجئ جدا قررت إنها تقفل الملف بسرعة وما كملتش التحقيق، ولا حد عرف مين نفذ ولا مين ادى الأمر. وبعدها بسنين مصطفى الفقي كتب مقال في جريدة المصري اليوم وحكى إنه قابل شمس بدران في لندن، والراجل كان مرعوب وسأله الجريمة دي جنائية ولا سياسية. الفقي قال له التحقيقات بتقول إنها جنائية ومفيش دليل إنها عملية مخابرات أو وراها الإخوان أو أي جهة سياسية. لكن أغرب شهادة ظهرت كانت من ست إنجليزية ساكنة تحت شقة علي شفيق. الست قالت إنها في ليلة الجريمة سمعت صوت خناقة وصريخ، وبعد دقايق شافت من عين الباب 2 نازلين السلالم بسرعة كبيرة جدا. واحد فيهم كان باين عليه إنه مصاب وبينزف، والتاني مسنده وبيخرجه في هدوء، ومفيش ولا كلمة ولا أي دوشة. لكن الست ما بلغتش، كانت خايفة على حياتها. الغموض في القضية دي موقفش هنا. قبل ما يموت علي شفيق بكام سنة حصلت جريمة شبهها بالظبط وفي لندن برضو. القتيل كان اللواء الليثي ناصف. ترى هل الاتنين كانوا يعرفوا أسرار خطيرة ولا دي كانت جرائم تصفية منظمة لرجال الدولة؟ الموضوع كله كان صدفة غريبة جدا في تاريخ مصر، لكن ما ظنش دي تصفية سياسية يا إما مافيا تجار سلاح فعلا. يا ريت تشاركوني بآرائكم. نرجع بقى لمها صبري اللي حياتها كلها اتشقلبت بعد الحادثة دي، ورجعت مصر مكسورة وحزينة وتعبانة، لا جاه ولا نفوذ ولا أي حاجة. وكل اللي عاشته بقى في الحكايات والقصص. من بعد ما جوزها اتقتل اتكسرت حرفيا واتسحبت من الدنيا، ولا حفلات ولا شهرة ولا حتى ظهور إعلامي. الوحدة كانت بتاكل فيها وحالتها النفسية والصحية بدأت تنهار. محدش كان يصدق إن مها صبري اللي طول عمرها ضحكتها ما بتفارقش وشها ممكن في يوم وليلة تتحول لست عصبية ومتوترة كده، وشها مكشر وبتدور على خناقة حتى مع اللي يقولها صباح الخير. مها اللي كانت رمز للهدوء والرقة والأنوثة فجأة بقت عصبيتها مولعة، بتصور من أقل كلمة وتتعصب من غير سبب. دماغها ما بتبطلش تفكير خالص. الموضوع ما كانش بس ملاحظ من الناس اللي حواليها وأصحابها اللي عارفين شخصيتها الحنينة، هي نفسها حست إن في حاجة اتغيرت فيها وإن أعصابها خرجت عن السيطرة. فبدأت تتواصل مع دكاترة نفسيين وتستشيرهم، لأنها فعلا كانت مش فاهمة إيه اللي بيحصل لها ولا ليه بتنهار بالطريقة دي. اللي حصل إن مها دخلت في سلسلة من المؤامرات، واحدة ورا التانية، لدرجة إنها بقت تحس إن الدنيا كلها متآمرة عليها. كانت في لبنان فترة حوالي شهرين عاشت فيهم جو من الراحة والهدوء والجمال، لكن أول ما جه وقت رجوعها لمصر اتفجرت المصايب في وشها مرة واحدة. اكتشفت إن حد من قرايبها تقريبا أو معارفها سرق منها كل فلوسها اللي كانت تعبت فيهم هناك، والمنتج اللي كان مسؤول عن حساب الفندق اختفى ومش باين له أي أثر. وكمان لقيت محرم فؤاد بيحكي عن قصة حب بينهم وإنها وقعت في غرامه. فوق كل ده وزارة الثقافة والإرشاد الفني كانت مختارها عشان تقوم بدور البطولة الغنائية في أوبريت مهر العروسة اللي كان محمد عبد الوهاب بيقوم بتلحينه وقتها. لكن عبد الوهاب فجأة وقف عند المقدمة واعتذر عن تكملة المشروع، فالموضوع اتنقل للموسيقار محمود الشريف. وهوب اكتشفت مها ان الدور اتسحب منها هي كمان، عشان المؤلف عبد الرحمن الخميسي كان عايز بطلة تعرف تغني وترقص في نفس الوقت. مها رغم انها كانت في عز المرض ضحكت وقالت بسخرية لمحمود الشريف: هو فاكرني معرفش ارقص؟ انا ارقص احسن من ناهد صبري على الاقل. الكلمة وصلت لناهد واللي واضح انها اخدتها على صدرها قوي وقررت ترد في اول فرصة. وفي اول حفلة غنت فيها مها بعد مرضها في مسرح الأندلس
سمعت صوت دوشة وصريخ ورا الكواليس، ولما راحت تشوف في ايه لقت ناهد صبري واقفة بكل غرور وبتقول لها: انا ارقص بعد مين؟ مها صبري؟ هي مين دي؟ صوتها وحش واغانيها اوحش. هنا العصبية اللي كانت جوه مها انفجرت، وما قدرتش تسيطر على نفسها، ونطت بفستان السهرة اللي كانت هتطلع بيه على المسرح على ناهد صبري وهتك يا ضرب. رجعت مها بيتها في اخر الليل مش بس متعصبة، لكن حزينة ومصدومة من نفسها. ازاي وهي الرقيقة الهادية تتخانق مع رقاصة ما تعتبرش في مستواها اصلا؟ وزعلت اكتر لما حست ان عصبيتها بقت تسرق منها انوثتها واللي كانت سر جاذبيتها. لما سألت الدكاترة النفسيين قالوا لها ان الحالة اللي هي فيها دي مش هتتحسن غير لو غيرت الجو تماما وسافرت بعيد جدا. السفر هو الحل، وإلا عصبيتها هتزيد والوضع هيبقى أصعب بكتير. وعشان تحافظ على رقتها وأنوثتها وما تسيبش المؤامرات اللي تعرضت لها تقضي عليها، قررت معها إنها تسافر. لما رجعت مصر حالتها الصحية كانت سيئة جدا، ومحدش طلبها في شغل، وبدل ما تتعالج وقعت في ايد الدجالين والمشعوذين. واحدة جارتها منها لله أقنعتها بدجال في إيديه إنه يشفيها، ويعني صدقتها وصدقت وهم الزئبق الأحمر، ودخلت في دوامة نصب كبيرة استغلوا فيها خوفها ومرضها والوسواس اللي كانت بتعاني منه بعد ما أقنعوها تشرب أعشاب وزئبق أحمر علشان تخف. وده كان خطر جدا. سحبوا كل فلوسها، وفي المقابل صحتها بقت أسوأ وأسوأ. فاتن بنتها الكبيرة بتقول إن الست دي كانت مرعبة، كانت بتهدد الجيران بالأذى وبتلعب على خوفهم وبتاخد منهم فلوس من غير ما يقدروا يفتحوا بقهم. ولما فاتن اكتشفت إن أمها متورطة معاها راحت للشيخ محمد متولي الشعراوي وطلبت منه إنه يساعدها. الشيخ نصحها إنها تبعد فورا عن الأعشاب اللي بتاخدها من الدجالين لأنها بتدمر الكبد والأعصاب، لكن للأسف النصيحة جت متأخرة قوي. ولما مها واجهت الست دي بعملتها، الست قلبت على وشها التاني وبقت أخطر بكتير. هددت مها بإنها تقدر تأذيها وتأذي ولادها وتقتلها كمان لو لزم الأمر، وخلتها توقع شيك ب20 مليون جنيه، وسحبت كل فلوسها اللي كانت حطاها في بنك لندن. وهنا كانت الضربة القاضية. مها صحتها باظت وفلوسها راحت وحياتها بقت في إيد ناس استغلوا ضعفها لآخر لحظة. الكبد اتدمر والالتهابات زادت، جسمها ضعف جدا، وفضل المرض ياكل فيها سنة ورا سنة. لكن بنتها فاتن قدرت تقنعها تروح تقابل الشيخ الشعراوي، واللي حاول يساعدها تخرج من دوامة الدجل والشعوذة. ورغم كل المحاولات مها صبري اتدهورت حالتها جدا ودخلت في غيبوبة ما فاقتش منها، وتوفت سنة 89 هي عندها 57 سنة بعد حياة مليانة نجاح وحب ونفوذ وخيبة أمل وحكايات غريبة ومأساوية خلت اسمها ما يتنسيش في تاريخ الفن والسياسة. الأغرب إنها قبل ما تموت بفترة حكت إنها عاشت تجربة روحانية غريبة جدا. دخلت في غيبوبة لمدة 3 أيام بعد عملية جراحية، وقالت إنها شافت نور غريب وإحساس براحة وسلام ما شافتوش في حياتها. وبعد ما فاقت اتغيرت تماما وقررت تحج، وأول ما شافت الكعبة انهارت من العياط وقالت إنها شافت نور مش زي أي نور، نور كأنه بيرقص وبيزغرد فوق الكعبة. مها صبري سابت الدنيا، بس فضلت الحكايات وراها والأسئلة اللي محدش لحد النهاردة قدر يجاوب عليها. مثال حي على مقولة: لا طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. وبكده أنا خلصت حكاية النهاردة من حكاية المشاهير. استنى تعليقاتكم وهقراها كلها، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.